كان زمان ما كيتحكمش فيه القانون. السيف والكلمه والهبه هي اللي كتحكم. زمان اللي راجل فيه كيتقاس بالجرأه، والقبيله هي اللي كتفرض الحق بالقوه. زمان السيبه، زمان الرجال اللي كتبوا التاريخ بالنار وبالحديد. وفي وسط هذا الزمان تولد شخص في قبيله الرحامنه، ولد بسيط تولد وسط عائله مخزنيه اسمه ميلود بن هاشمي بن مبارك بن محمد، واللي تشهر باسم القايد العيادي. تولد سنه 1880 في فخدة الشلالكه غرب اربعاء الصخور، من عائله مخزنيه. كان باه محارب تشهر كرجل حرب. كبر ميلود بالهاشمي في وسط الرحامنه، ارض صعيبه وقاسيه والعيش فيها ما كيعرفوش الا الرجال اللي كيصبروا وكيتحملوا. كبر ميلود ولا راجل شجاع وقوي ومشهور بالعيادي، واللي كل واحد كيعطي سبب مختلف لتسميه هذا الاسم. كاين اللي تيقول بسبب قوله دائما كلمه اعد اعد، واخرين كيقولوا بسبب ولادته في عيد المولد النبوي. كبر العيادي وتعلم على يد ولد عمه الشيخ احمد بن محمد الكراوي كيفاش يهز السلاح وكيفاش يتحارب. وهنا العيادي اي كبر محارب وغيمتهن مهنه الزطاط، واللي هي حمايه القوافل من اللصوص من مراكش للشاويه. وكان معروف بالشجاعه وكيعتمدوا عليه التجار في وصول القافله بكل امان. وكان ولد عمه الشيخ احمد الكراوي كيعتمد عليه بزاف في قمع التمردات في القبيله. ومن بعد يتسلق المراتب وغيولي رقاص، واللي هو ساعي البريد بين ولد عمه وبين القائد عبد الحميد الرحماني في مراكش. المهام الصعبه والمسؤوليه الكبيره خلات السمعه ديالو تكبر، وكل واحد بدا يعرف باللي ميلود ماشي غير شجاع ولكن امين وذكي. والذكاء ديالو بدا يبان ملي اتخذ القرار اللي غيخليه يتحكم في الرحامنه كامله. كلشي بدا ملي قرر مولاي عبد الحفيظ ينقلب ضد خوه مولاي عبد العزيز، والعيادي اختار يكون جلب مولاي عبد الحفيظ، حيت العيادي معروف عليه محارب كبير وذكي. هنا دار العيادي اتفاق مع مولاي عبد الحفيظ باللي غيساندو ضد مولاي عبد العزيز، لكن بشرط هو ملي غينتصروا ويتولى الحكم يطلق سراح جميع الناس ديال الرحامنه اللي سجنهم مولاي عبد العزيز، واللي كان سجن منهم بزاف. واتفقوا ايضا بمقاومه المستعمر الفرنسي ويخرجوه من البلاد. وفعلا ملي انتصروا مولاي عبد الحفيظ، وفي عام 1909 عين العيادي كقائد على الرحامنه. وهنا تبدا الحكايه ديال القائد العيادي من زطاط لرقاص بسيط لقائد كبير وكيتحكم في القبائل، ولا من اكبر القياد في منطقه الرحامنه، ولا كل شيء تيضرب ليه الف حساب وحساب. العيادي ولا قائد على قبيله الرحامنه بعد ما عينوا مولاي عبد الحفيظ بظاهر شريف. الحلم ولا حقيقه، ومن ذاك النهار كل شيء غيتبدل. الزطاط ولا حاكم وسيد المنطقه. والراجل اللي اتفق مع مولاي عبد الحفيظ باش يقاوموا المستعمر هو بنفسه يفتح لهم الباب ولا خادم للمستعمر، وكينفذ الاوامر تاعهم بلا نقاش. والناس بداو يفهموا الحقيقه المره، وعرفوا بلي العيادي اللي كان واحد منهم ولا اليوم خائن للبلاد. طمعناه السلطه غراته، ونسى الاصل ونسى معنى الشرف، ولا رمز الظلم والطغيان في قبيله الرحامنه. الناس بدات كتخاف منه، ولا كيتصرف بحال شي سلطان في بلاد ماشي ديالو، ولا متسلط على الناس الضعفاء. اي ارض تعجبو ياخذها بالقوه، واي واحد يعارضو يصفيها له ولا يسجنه. والقائد ولات عنده اراضي كثيره على قد الشوف، ناس كثيره تظلمات، ولكن ما كاين لما نشكي. هذا هو زمان السيبه، الباطل هو اللي كيهضر. وزيد عليها الضرائب اللي كتفرض على اهل القبيله، اللي عنده كيخلص، وحتى اللي ما عندوش كيتسلف الى لقى باش ما يسخطش عليها القائد. والقائد عايش في الرخاء والرفاهيه، تياكل افخر الماكولات وما يمدش يدو للمعلقه الا اذا كانت الموسيقى الاندلسيه مراه. بناريات كبير في مراكش وقصر فاخر في الرحامنه فوق دموع الرحامنه. اما ناس قبيلته كيموتوا بجوع واحد مورا واحد، حتى ولات القبيله كتاكل الجيفه باش تعيش. هنا ناس الرحامنه يهاجروا بزاف وغيمشيو للمدن. البلاد بدات كتخوى، ناس كثيره هربات من طغيان ديال القائد العيادي. وزيد عليها الجفاف اللي عم البلاد، الارض اللي كانت عامره ولات كتخوى، وفين غيعيشوا؟ والقائد العيادي تيدي لهم الاراضي تاعهم. العيادي ولا طاغيه بلا رحمه، ظلم ناس الرحامنه وهجرهم من بلادهم، والذكريات ديالهم كتغوت في صمت. لكن التاريخ ما كينساش، واللي كيبنوا سلطته على دموع الناس ما كيبقى ليه غير العار والخيبه. القائد العيادي ملي دخل المستعمر للبلاد في الاول كان كيحارب ضدهم، ولكن من بعد غيمد ليهم يده وغيخدم معاهم بدهاء وذكاء. عاون فرنسا باش يسكتوا الثوار، ووقف ضد المجاهد المغربي احمد الهيبه اللي كان كيجاهد باش يحرر البلاد من يد المستعمر. الفرنسيين عجبهم الراجل اللي خدم مصالحهم، وفي 4 ماي 1919 يعطيوه وسام الشرف تقديرا للخدمات اللي كيقدمها لهم. وفي 14 يوليوز من نفس السنه يعيطوا ليه باش يحضر احتفالات النصر في باريس. وهو كيتفرج في الاضواء ديال باريس، كانت الرحامنه كتغرق في الفقر والدموع، والناس كتدعي عليه كل ليله في الصمت. كل دعاء كيعكس المهم، وكل دمعه كتحكي على الظلم والخيانه.
خان البلاد وتسلط على قبيلته بلا رحمه، ولا رمز للطغيان والخيانه. القائد العيادي اللي كان متعاون مع المستعمر لسنين تبدل موقفه من بعد ما تنفى محمد الخامس، انحاز للوطنيين ورفض يعترف بابن عرفه كسلطان على البلاد. هذا الموقف خلاه يفقد دعم الفرنسيين، وهذا الموقف جر عليه غضب الفرنسيين وخلاه يعيش تحت الضغط والعزله، وتحيدات ليه السلطه وتحجزات مساحات كبيره من الاراضي ديالو، حتى ولا كيبيع املاكه باش يخلص الديون اللي تراكمت عليه. وفي الاخير ما بقاتش عنده لا هبه لا جاه، نفاه لفرنسا وبعد مده رجعوه، ولكن تحت الاقامه الجبريه. القائد اللي كان يوما حاكم وسلطان الرحامنه ولا اليوم ساجين في بلاده محاصر بالندم والعزله. درس قاسي بزاف والتاريخ ما كيرحمش، ولكن ما يمكنش نهضروا على القائد العيادي بلا ما نذكروا هذا الجانب الاخر من حياته. راجل كان معروف بالكرم، بنى مساجد ومدارس ووقف محلات تجاريه باش الناس يستافدوا من مداخلها. اعمال خيريه بقات شاهده عليه، لكنها ما كتمسحش الوجه الاخر، وجه الطغيان والتسلط على الناس والظلم اللي عاشوه ناس الرحامنه في زمانه. العيادي كان تناقض حي، كيعطي بيد وكيقهر باليد الثانيه، يبني بالحجر ويهدم بالظلم. وهذا هو السر اللي خلى العيادي يبقى في ذاكره الرحامنه. والعيادي عاش بزاف ديال الوجوه، وجه السطاط والرقاص، ووجه القائد المتسلط والمحسن، ووجه الخائن والندم. وربما في التناقض كان كيتخبى انسان عاش في زمن القسوه ووزع الخير والشر بجوج بيديه. ومات القائد العيادي سنه 1964 وخلى وراء قصور ومساجد ومدارس، وخلى حكايات كتروى لليوم للاجيال على الارض اللي غرقها بالدم، بين المديح واللعنه، وبين القوه والطغيان والكرم والخيانه. لكن اللي ثابت ان كل قوه كيف ما كانت ما تقدرش توقف قدام حكم التاريخ. والعيادي بقى اسمه شاهد على زمن ما عرفش الرحمه. وكان تعلموا من قصه العيادي ان كل سلطان مبني على الظلم مهما طال غادي يطيح. وهكذا تنتهي قصه القائد العيادي من الصعود للكسر. تابعونا في مدرسه الزمن لمعرفه المزيد من اسرار التاريخ، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش تشجعونا نكملوا في الطريق.